بتلعب ببجي؟ كمل وانت اللي هتحكم بنفسك، انت بني ادم ولا بقرة؟ قالك قد ايه بتلعب اللعبة بلس؟ طلعت منها كام لحد دلوقتي؟ مش فاهم. هديك امثله. مثلا قدومة وباي باي، اتنين من اخواتي الصغيرين اللي كانوا بيدربوا معايا. قدومة راتبه الاسبوعي 4000 جنيه، ده من التدريب العام، انا ما كلمتكش لسه في البرايفت. باي باي بسم الله ما شاء الله شغال تطوير في امكانياته، ونقل من اندرويد لايفون وبقى بيصرف على نفسه. خد الجديدة بقى، الاتنين اقل من 17 سنة. لو نقلنا اللي فوق 18 قسما بالله في ناس فاتحه بيوت عن طريق اللعبه دي. طب لما دول اللي شغالين معاك هصاحك، امال انت بقى لا مؤاخذه في بتاخد كام؟ اولا نقول بسم الله ما شاء الله، ثانيا الحمد لله الرقم اللي جمعته عن طريق اللعبه دي فوق الخمس اصفار. وما هي الشطاره مني ولا انا عبد حناكه، توفيق ربنا ثم سعي واجتهاد. يا عم انتوا معاكم امكانيات انا معيش. 12 و13 سنه وشغالين ادمن في اسطورات وبيقبضوا نسب من الاكونتات يا حبيب قلبي. كان معاهم اجهزه 20 و30 فريم، دلوقتي بيصرفوا على نفسهم وماسكين ايفونات. لسه هضرب لك امثله كتير. الحمد لله كده كده معانا الوقت لان الفيديو ده فوق العشر دقايق. اكيد عارفين هتلاقوه فين، اسمي صاعد في البحث ها. قبل بقى ما انا اكمل واعرفك تطلع انت فلوس ازاي، لحد هنا انت شايف نفسك بني ادم ولا بقرة؟ بعد ما انت حكمت على نفسك روح بقى ابحث عن الفيديو واعرف ازاي تطلع دخل عن طريق اللعبه. بس صلي على النبي الاول. خد تعالى راح فين، انت في المكان الصح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله. اولا لو انت معاك امكانيات، بتنقسم الامكانيات لاتنين، لا اما امكانيات تسمح لك انك تبقى منشئ محتوى، لا اما امكانيات تسمح لك انك تبقى بلاير محترف. اول نوع هو انك تبقى منشئ محتوى، فعايز اقول لك ان انا بداتها وانا 20 فريم. هو معاك شبكه بس بتقدر ترفع من على الفيديوهات واي موبايل، واهم حاجه قدم محتوى، مش ما يبقاش شغلك كله اغاني على الفاضي ولقطات تيك توك، انت كده في الضايع. طيب امكانيات تسمح لك تبقى بلاير محترف، 60 فريم فيما فوق، وبتلعب على بنج 40-50. هنقسم بقى على حسب انت بلاير تي دي ام بلاير كلاسيك. اولا نخش في الكلاسيك. طرق الربح من الكلاسيك، عندك البطولات الكلاسيك الرسميه سواء بي ام سي او بي ام جي سي بي ام بي ال، اي بطوله عالميه عموما. اقسم بالله بمعرفه شخصيه، في ناس مش هقول اساميها بس هم معروفين اصلا في الكوميونتي، والله العظيم ركبوا عربيات وعربيات غاليه، عربيات يعني بالدولار، ولسه معدوا ال17 سنه عن طريق البطولات. طب صاحبك في طريقه في الكلاسيك اطلع بقى فلوس تاني غير البطولات؟ ايوه، الشيفتات اللي بتتلعب على حسابات منشئين المحتوى او الاستريمرات اللي في التوب. متوسط راتب الفرد منهم بيبقى من $80 فيما فوق في الاسبوع. لو انت مع واحد يعني ها نص نص، ادنى قبض خالص بيبقى 2000 في الشهر العضو اللي بيلعب في اي تيم من تيمات الشيفتات، اللي هو انت يعني تيم تحت الحدود بمعنى صح. ومعلومه، في عيل صغير 10 سنين والله العظيم في حوار الشيفتات ده بيطلع له بسم الله ما شاء الله، عشان منه بيمسك شيفتين مع ستريمر ومش هذكر اسامي، والله بيطلع له فوق ال 12000 في الشهر. تمام يا صاحبي، اعمل ايه بقى عشان ابقى انا واحد من الناس اللي بتلعب في الشيفتات دي؟ اولا لازم يبقى معاك تيم، ومش اي تيم، تيم شغلهم برضك مرتبط باللعبه، تيم متفاهم، لان معظم الشفتات اكتر من 3 سوالف في اليوم بيتخصم لك اليوم يا حبيب قلبي. وثلاث سوالف ايه اللي هو انت -5 -10 وتعوضهم، لكن شغل -80 ده كده خلصت، انت مالكش راتب اصلا. طب هل في حاجه صح اقدر اجيب منها مصدر رزق في الكلاس عن طريق كلاسيك بس ابقى انا لوحدي؟ اكيد. وما انتش محتاج تيم، وحاجه بايدينا كلنا. ده لو واحد بتلعب ب20 فريم مع كامل احترامي ليك اخرك بتنام على بطنك، ايه ما بتعرفش تكمبر؟ كمبر يا عم، وتلعب على اكونتات الناس وبتجيب لهم كونكر. بيبقى متوسط قبض الناس اللي بتلعب على الكونكر لو انت سواء هتجيبها سولو او دو، وطبعا عن طريق خبره العبد الله بيديها لك، يعني خبرتك انت كلاعب في الكونكر بيبقى متوسط ربح اي حد. يعني عندك حد زي ادهم مواد شغال معايا، الراجل بيبقى بيتفرج على التلفزيون وبياخد له اكونتين كل اسبوع، رينج 500 جنيه ولا من 450 جنيه في الاكونت، فضامن له 1000 كل اسبوع فوق ال 4000 في الشهر، وهو يا دوبك بس ما جاتش من ال 12 ساعه يعني اللي بيبقى شغال له الفرجه على التلفزيون ودخول في الحمام بس سماعه التليفون في ودنه، وخلصت يا حبيب قلبي احلى كونكر وبتقبض تمام. طيب ده في الكلاسيك. تعالى يا عم طرق الربح عن طريق تي دي ام. انسى اليسي وخد البنسة، اعتمد على بطولات التي دي ام في انها تكون لك مصدر رزق. ليه؟ لان الحوار ده داخل في 6 شهور او 7 شهور، هو مفيش منشئ محتوى بيعمل بطولة غير وهو مدخل هاك وعامل حسابه انه هيكسبه، وعادي بيبقى ليه نسبة مثلا 30% من مبلغ البطولة. يجي ابو فاسيا اقوى لاعب تي دي ام، تلاقي كل البطولة محترفين وكل ما يجوا يلعبوا نفس اللاعب ده سبحان الله بينزل عليه الوحي بيفشخهم كلهم. مش فاهم؟ فلا حب قلبي بيعرفوا يجيبوا تصوير، انا اعرف اعمل نفس الطريقه بس ابقى محتاج ايبادين بس مش اكتر، بتوصل ايبادين انا مش هقول لك انت بقى عشان ما افضحش الناس برضه. المهم بتفكر في تي دي ام اذا انت بتفكر انك تبقى مدرب، ده طبعا بعد ما تحترف. وعلى فكره مش كل محترف ينفع يبقى مدرب، انت لو ما عندكش خبره في الشرح انت هتقف لا انت عارف تقول قدامك يعني هتشرح له يتحرك ازاي، هتشرح له الاعدادات والحاسيه وده كله ازاي، تشرح له طريقه التفكير ازاي وانت اصلا مخك تلقائي، انت عادي انت واخد الخبره من كتر اللعب.
ما عندكش اسلوب تعبر بيه بمعنى اصح. طيب عايز تبقى مدرب، معناها برضك ان انت الناس هتعرفك منين؟ اذا انت محتاج حد يكون منشئ محتوى، حد عنده شهرة، الناس بتيجي تتدرب معاه، فانت مدرب شغال معاه، فبالتالي الناس بتيجي برضك تطلبك بالاسم بناء على انك دربت كذا حد والناس ديت فعلا بقت لعيبة. فالحمد لله يعني ده اللي حصل مع بعض الناس اللي جت اشتغلت معايا، معظمهم كانوا متدربين من الاول، بعدين الناس وصلت لمستوى فعلا يشرف، بقى الواحد بيتفشخر بيهم. خدوا من العبد لله الخبرة في الشرح غير خبرتهم الأساسية هم برضك، وكل واحد له أسلوبه وطريقته، وكان بها ترقهم من متدرب لسكند ترينر لمدرب، وكل واحد منهم بسم الله ما شاء الله كسب سيتو في الكوميونتي. سيتو كمدرب، انا ما بكلمكش في سيتو كلاعب، لان سيتهم كلاعيبه بسم الله ما شاء الله زي يعني. تعالى هوريك عن تجربه شخصيه من ان انا ما فيش جنيه في جيبي، ان بسم الله ما شاء الله والله العظيم فعلا صعب اعد معاك يعني. ده توفيق وكرم ورزق، اقسم بالله بفكرك تاني، انا حشره في ملك الله كله كرم منه. اولا شهر 11 السنه اللي فاتت بدات افكر ان انا لازم ابقى بلاير تي دي ام، وبدات اجتهد كل يوم بتفرج على حلبات من 3 4 5 ساعات ولا حاجه، بتفرج كأن انا اللي بلاير اللي بيلعب عشان اطلع غلطاتهم واتعلم منها، مش شرط ابقى انا بغلط نفس الغلطه عشان اتعلم من غلطي، لا انا بشوف الاخرين بيغلطوا ازاي واتعلم من غلطهم. من شهر 11 لشهر 1 كنت انا فعلا بقى صعب ان انا اتواجه. بدأت تدريب يوم 5/1، بدأت معايا بمتدرب واحد ولا ب2 متدربين. على شهر 2 بدأوا بسم الله ما شاء الله 10 متدربين. وعرفت معلومة حلوة أوي برضك في شهر 1 هي اللي خلتني بدأت تدريب، أي حاجة هتتعب عليها من شهر ل6 شهور هتبدأ تجني ثمارها، بمعنى أي شغل أي حاجة في أي مجال في الحياة هتبدأ تجتهد فيه على إنك تطلع منه مصدر دخل، بعد أول 6 شهور لازم هتكون بدأت تجني ثمار التعب اللي انت تعبته. وكان بها جيت عند شهر 3 بقيت مش طايق الأسوس، مش قادر ألعب، متدمر نهائي، ربنا سبب الأسباب، كنت عملت ذنب كبير برضك وقعت فيه في شهر 2، فانضربت شهر 3 وشهر 2 كلهم جوع وفقر. اقسم بالله يا ابني انا قلت ان انا يعني جينا في شهر رمضان برضك اللي هو شهر 4 في نصه كده، قلت خلصت انا كده هضطر اصوم بقى حياتي من كتر ما انا مش لاقي اكل، فعلى الاقل اصوم اخد ثواب احسن. وعينك ما تشوف الا النور، على بداية شهر 5 عدد المتدربين نطر ل50 متدرب، بتوفيق الله وعظمته وحكمته بقى متوسط دخلي في اليوم الواحد من 1500 ل2000. ركز في اليوم الواحد، يعني فعلا بعد اول 5 شهور بدأت اجني يعني. اي نعم هي فعلا نتأكد من الحكمة دي، هي ما بتقفلش جامد، انا جيت بقولك في 3 و4 2 و3 و4 اتفشخت مكانش معايا جنيه، لما قفلت جامد قوي جدا خلاص قلت انا هضطر اصوم بقى حياتي، فتحت بعدها فتحة رهيبة من نص 5 بقى لشهر 6 و7، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في عدد المتدربين، وبدأت أكسر 200 متدرب. 200 متدرب بقى التدريب العام كان من سعر 250 ل300، منهم سكة أو 20 25 واحد برايفت وفول برايفت. طيب الفول برايفت دول كانوا بيدفعوا $100 في الأسبوع. مثال واحد مثلا على الناس الفول برايفت المهندس أنس، يعني المهندس أنس لوحده بسم الله ما شاء الله مدرب من وسط 200 متدرب كان بيطلع لي منه بس 8000 في الشهر، يعني لو هضربه لوحده كده كفاية أصلا. طبعا مش هقدر ادرب 200 متدرب لوحدي، فكان باجي قدهم ادرب له برضك 200 ادرب له 80 متدرب. ده التدريب العام، بعيدا بقى عن 15 اختاروه برايفت، البرايفت الواحد بس ب500، وسعر التدريب عالي معاه وعالي مع باي باي لدرجه ان الاتنين بقوا برضك هما كمان بيدربوا ب$100 فيما فوق للواحد البرايفت، بسبب نتائجهم مع الناس اللي بتدربوا بقى معظمهم بيخشوا بطولات، بسم الله ما شاء الله وصلوا الناس لنتائج غريبه. اقسم بالله ده حصل، دخل لي قائد منظمه سعوديه، ده كان بيلعب ب13 برو ماكس زيه. انا مسكت الراجل ده في اول روم بيني وبينه، انا كلته رقم دبل اقصاء، دربته اول اسبوع بس والله في سادس يوم ولا في 7 يوم مسكني كلنا 10-3، وعرفت اعدل نتيجة الروم بتعادل، دعيت ربنا ان اجيب اقصاء الروم اللي بعدها، وكان بقى ربنا قدرني وجبت اقصاء، وقلت له خلاص ربنا يوفقك يا حبيب قلبي. ومعلومة الراجل دوت بلاير BNBL، السبب تدريبه معايا انه كان عايز يقوي نفسه في المواجهات الكلوز، وكنت نزلتها ساعتها في جروب المتدربين نتائج الراجل بقى بسم الله ما شاء الله بيجيب لي نتائج البطولات اللي بيخشها، وما بقاش مصدق اللي هو مستواه بقى غشيم. بس الراجل ده فعلا كان عصرني، يعني الراجل كان المفروض يدرب الفول برايفت من نص ساعه لساعه الا ربع، ده كان بيقعد معاه ساعه ونص ساعتين، طول ما انا معاه شغال اسئله وقاعد اديله اجابات، فخد خبره غشيمه. باين لك بس ان اللي عنده هدف، حتى شوف الراجل الكبير اهو ركز في كلام العبد لله الوحيد اللي فعلا حسيته خصم تقيل. معلومة بسيطة، أنا من شهر 11 لشهر 6 ولا لشهر 7 بفضل الله ما خسرتش روم، بمعنى حتى لو اللي قدامي عيلة عني الفرق اللي بطلع من روم أرد له بوكس أو خلص الحوار، وأظن الكلام ده حصل في كذا حلبة أنتوا شفتوا الفيديوهات.
اللي قدامي بس لا قدر الله لو عيله عني بالكلات او البنجة مش ظابط بطلع اديله اقصاء، خلص الحوار. وعموما بفضل الله في مسيرتي كامله مش شبحانه مني ولا جمدان، بس رحمه من ربنا ليه والله العظيم يا جدعان، بفضل الله ما خسرتش ولا رمت حد في حياتي. المهم الموعظه بقى اللي انت تاخدها من الكلام ده كله، اولا عايز تطلع مصدر دخل، اولا محتاج صبر. ولو انت داخل في ناحيه انك تبقى مدرب، فانت اول حاجه ما يشغلكش لا يلقي الاسد بال لرأي الخراف، ما يشغلكش رأي الخرفان. هتلاقي ناس ما بتعرفش تمشي طالعه تنتقدك، هتلاقي هاك عبيط متبند 4 مرات ولا 5 مرات في اللايفات مفضوح قدام الناس، هيحاول ينكش معاك في الكلام وهيخاف يجي هو في الاخر، بس هو اي حاجه بياخد سيت على قفاك وخلاص. ده كله ما يشغلكش، انت راجل عندك هدف. طب انت مش عارف يا عم تبداها ازاي، بس انت معاك جهاز متوسط فريماته يقدر يخليك مدرب يعني، زي معظم المدربين اللي كانوا معايا كلهم معظمهم كانوا مدربين في الاول. تعالى يا عم اتدرب باذن الله اوصلك لمستوى يشرف، وبعدها شغلك سكند ترينر، انت بتتاهل كده كده، هي درجات. قدرت تتاهل لسكند ترينر، قدرت تتاهل لترينر، وخلاص يا حبيب قلبي جالك مصدر الرزق اللي انت عايزه، انت مزعل نفسك ليه؟ طيب عايز تتدرب، عايز تبقى مدرب زي ما انا قلت لك، عايز نجيب لك شغل سواء في ستور او في غيره، عايز تشتغل في شيفتات، اي حاجه عن الحاجات اللي انا ذكرتها اثناء الفيديو، حاطط في الوصف لينك الانستا بتاعي، خش تواصل معايا. عايز تطلع اكونت كونكر مفيش مشكله، حاطط برضك لينك الستور. محتاج اي حاجه في حياتك بفضل الله خش كلمني. معلومه انا لسه ما قلتش طرق الربح كامله، انت لسه لو معاك جهاز ما يشغلش بابجي اصلا، بفضل الله اقدر اخليك عادي منظم، سواء تيم مانجر او منظم بطولات او كاشف هاكات. في 100 حاجه لسه اتكلم عليها باذن الله في الفيديوهات الجايه، وبفضل الحاجه المناسبه ليك فيهم العبد لله بعد توفيق الله يقدر يخليك توصل له وتطلع راتب حلو منها. بالنسبه للناس اللي مش عارفه اليوزر بتاع الانستا مكتوب فوق اهو تغل. عايزك بس تفضل فاكر اهم حاجه، ان السبب الاول والاخير في ان الماده معاك تتظبط او العامل المادي يتظبط هو ربنا اللي خلقني وخلقك، فما ينفعش تبقى بتفوت فرض. ثانيا وده الأهم، لازم استغفر 24 ساعة وعليك بالدعاء ده، الله يا رب ارزقني بمصدر رزق وقدرنا على إن بقده. معروف إنك مش هتدعي وتفضل مع كامل احترامي ليك نايم على بطنك يعني، انت كده كده سعيت ومشيت ورا أسباب السعي وجيت اهو، انت بقى سواء عايز تتدرب سواء عايز تعمل أي حاجة من دول اللي عايز نفيدك فيها مفيش أي مشكلة، عشان يبقى انت حققت العوامل الأساسية لاستجابة أي دعوة. أولا قربت من ربنا، ثانيا بدأت في السعي. حد هنا أتمنى أكون فدتكم بإذن الله. ركز في الفيديو اللي فات ويا ريت تركزوا في الفيديوهات اللي جايه لان معظمها برضك حاجات هتفيدك، انت اللي محتاج صدقني والله. انا كده كده اليوتيوب مع كامل احترامي ما بيطلعليش جنيه. اتمنى لكم التوفيق كلكم حبايب قلبي، ربنا يوفقني ويوفقكم جميعا. سلام يا اخواتي، وما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وافتكروا حاطط لكم لينكات التواصل معايا في الوصف. مع السلامه.